يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي. ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير في سعادة وراحة بال من رب العالمين. نقول بسم الله ما شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو. لا قوة إلا بالله. وده كان فطارنا يوم الجمعة. عملنا بيض عيون زي ما انتوا شايفين كده. حتة سمنة صغيرة كده في الطاسة، بتحطي البيضة وتصبري عليها لغاية ما تستوي من تحت، وهتقلبيها وترش عليها بس ملح كده وهي في الطاسة. تمام، بتطلع لك بالشكل ده. عملنا فول، معلقة طحينة، كمون، شوية يعني ربع معلقة كمون، ربع معلقة ملح، عصرة ليمونة مع وشوية زيت كده مقدوحين كده على المشي، بتبقى طعمها هايل. خلاص. حمرنا بطاطس وعملنا جبنة حادقة من اللي هي الجبنة الجميلة القديمة بتاعتنا دي، كده على طماطم على فلفل على خيار، ويعني شوية زيت كده، وبألف هنا وشفا. اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دخلنا عشان خاطر نعمل الغدا. عملنا غدا ايه النهاردة؟ عملنا مكرونة بالصوص الأبيض. المكرونة اللي بالصوص الأبيض دي، خدنا صدر فرخة، خلاص، قطعنا شرايح صغيرة، تبلناه ببابريكا، معلقة صويا صوص، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل أسمر، بصوا كل التوابل، توابل فراخ، لو عندك توابل فراخ حطي، شوية مية بصل كده، يعني بشرتي البصلة، خدتي المية بتاعتها ورميتي التفل ونقعتيها مثلا في التلاجة من بالليل للصبح. تاني يوم حطيتيها على النار تتشوح، وضفتي عليها بصل ألوان، وضفتي عليها بصلاية كده شرايح وبصل ألوان. خلاص، واستوت وبقت زي الفل. دخلنا عشان خاطر نعمل اللي هو الصوص الأبيض بتاع المكرونة. طريقة عمله سهلة جدا وبسيطة، وطعمه بيبقى حلو جدا وما بياخدش معاكي وقت. وغير كده ان احنا كمان عايزينه يبقى خفيف، يعني انا مش عايزه الصوص الابيض دوت يبقى زي البشاميل كده، لا انا عايزاه يبقى خفيف خالص. فهتجيبي معلقتين دقيق، تحمريهم كده في، والله انا عملتها بزيت مش بسمنه كمان. خلاص، هتحمريهم كده في الماء في الماده الدهنيه لغايه كده ما ريحه الدقيق تطلع كده. هتضيفي عليها الشوربه، انا كان عندي شوربه، هتضيفي عليها الشوربه، وهتضيفي عليها علبه كريمه لباني صغيره. وانا ما حطيتش عليها لبن، انا استكفيت بالكريمه اللباني. خلاص، يعني انا حطيت شوربه، حطيت علبه الكريمه اللباني، وحطيت يعني ضفت عليها ايه، لو احتجتي ضيفي ميه بقى. وبعدين انا كمان ما ضفتش ميه، انا ضفت ميه سليق المكرونه. ركزي معايا كده، كنت حاطه المكرونه على العين التانية بتتسلق، حطيت في ميه السلق المكرونه ملح وشويه زيت. خلاص، وسبتها تتسلق. لما المكرونه اتسلقت اخدت الميه بتاعتها، ضفتها على ضفتها على المزيج عندي. خلاص، عايزه تحطي ملح حطي، تحدقي الحدق اللي انت عايزاه، دوقيها كده شوفي شربتك عامله ايه. تمام، شوفي ميه المكرونه برضو مش حاطه فيها ملح، فما تكتريش ملح. خلاص، انا اهم حاجه عندي الكريمه اللباني. الكريمه اللباني هتغنيكي عن اللبن، هتديكي طعم حلو قوي قوي، طعمها حلو بجد. بتدي المكرونه طعم هايل. خلاص، لو عندك جبنه نستون ممكن تحطي 3 إلى 4 قطع جبنه نستون في الكريمه كده. خلاص، وهو دوت الصوص بتاعنا. احنا بنكمله ميه سلق المكرونه. ميه سلق المكرونه بتديله قوام، وفي نفس الوقت بتديله يعني ميه سلق المكرونه المكرونه اساسا بيبقى فيها نشا، فبتدي الصوص عندك تقل. خلاص، انا مش عايزه اصلا الصوص تقيل، انا عايزه الصوص يكون خفيف خالص. انت دلوقتي هتشوفيه حتى وانا بحطه على المكرونه الصوص خفيف خالص. فاحنا هناخد من ميه سلق المكرونه، خلاص، هنحط على الصوص زي ما انت شايفه كده. طبعا احنا عملنا الصوص دوت، قلنا حطينا شوربه، حطينا شوربه، حطينا كريمه لباني على معلقتين دقيق، وهنزوده بميه سلق المكرونه. خلاص تمام. اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ودعوة منكم حلوة كده ليا ولولادي. ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم امين يا رب العالمين.
وبعد كده بقى هنصفي المكرونه خالص، وهنجيبها عشان خاطر نقلبها في بعض. بصي انت هتقلبيها في بعض عادي خالص. يعني ادي المكرونه اهي بعد ما صفيتها من الميه بتاعتها كلها، نزلت بالشاورما بتاعتي، شاورمه الفراخ. خلاص على فكره يا جماعه والله ده ما يكمل نص كيلو بانيه، يعني ده الشاورما دي ما تكملش نص كيلو بانيه. انا عملت ما شاء الله صينيتين، عملت رمت معايا صينيتين ما شاء الله، صينيتين كبار. وعامله كيسين مكرونه، يعني انا عامله كيسين مكرونه، كيس 350 جرام. خلاص هتقلبي الشاورما في قلب المكرونه كده، وبعد كده هتضيفي الصوص الابيض اللي احنا عملناه، صوص المكرونه الابيض. خلاص هنرصها في الفرن. هنرصها في الصواني. هتطلعي الصواني اللي عندك، شوفي انت عايزه بصوا الصوص انا مش عايزاه يبقى تقيل خالص. هتقولي لي طيب، هقول لك هو كده كده هيتقل يعني هيتقل كمان في الفرن، يعني هو كمان هيتقل في الفرن. فانتي ما تقوليش مثلا لا ده خفيف، لا هو مش خفيف، انا عايزاه بالسمك ده. خلاص انا عايزه الصوص بالسمك ده، انا مش عايزاه يبقى تقيل خالص. تمام. فهنقلب كده وهنرص، هنجيب الصواني. انا جبت اول حاجه البايركس ده. خلاص ضفت نص الكميه فيه. خلاص كده ضفت نص الكميه. لو عندك جبنه موتزاريلا كتير وعايزه مثلا تضيفي شويه جبنه موتزاريلا في الصوص الابيض اعملي كده، بس انا بصراحه يعني كيس الجبنه اللي كان عندي كان صغير، ف يعني حطيته على وش الصينيه. تمام كده. انا عايزاكي تقلبي الشاورما في قلب المكرونه كده، في قلب الصوص. يعني بصوا عايزه يعني الاولاد لما يجوا ياكلوا كده، يجوا ياكلوا يحسوا ان هما بياكلوا كده الفراخ مع المكرونه مع الجبنه مع تحفه تحفه. مش عايزه اقول لكم على احساس اكلها، جميله جميله جميله. بألف هنا وشفا على قلب اللي كل يا رب. اهو بصوا انا كان عندي ده كيس ده كان فيه شويه صغننين كده. خلاص وفتحت الكيس التاني صغير برضو مش مكمل على فكرة، هما مش مكملين نص كيلو. تمام. هو تقريبا 250 جرام. اخدت 250 جرام من الجبنة عليها اهو، وحطيت اهو بقية الجبنة كده على المكرونة. تمام. وبقيتها على الصينية التانية. خلاص يعني احنا عملنا دي، دخلت دي الفرن بالليل اكلناها، وتاني يوم انا عملت التانية جنب الاكل اللي انا عملته. خلاص كده. فدي كانت من الحاجات الجميلة الخفيفة، من الأكلات اللذيذة السهلة البسيطة اللي الولاد كمان بيحبوها والمغذية في نفس الوقت. على فكرة انت لو رحتي اشتريتي المكرونة اللي بالصوص الأبيض دي من بره، والله العظيم 3 بتتباع بالشيء الفلاني، يعني طبق قد كده بتباع ب 200 جنيه. طب وليه انا اعمل حاجتي في بيتي بنظافة يعني حاجتي نظيفة، انا عارفه مطبخي نظيف، انا عارفه حاجتي نظيفه، انا عارفه ان ولادي مش هيتعبوا وهياكلوا وهيشبعوا وهينبسطوا من الحاجه اللي انا هعملها. فالاكل يا جماعه يعني اسهل منه مفيش، الاكل اسهل منه مفيش. اللي وصل لغايه هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وعايزه اقول لكم كان طعمها تحفه. تعالوا كده بصوا شكلها تحفه. هي خلي بالكم لسه طالعه من الفرن حالا حالا حالا، فانا مش كنت اساسا عارفه اقطعها. يعني بصوا الجبنه سايحه على وش المكرونه، طعمها حلو حلو حلاوه مش عايزه اقول لكم. فبصراحه عجبت الولاد جدا جدا جدا. يعني انا ولادي ما بياكلوش اي حاجه وما بيحبوش اي حاجه، عجبت الولاد والحمد لله اتبسطوا منها وكلوها. غرفتها بقى بالاطباق، والله اللي عايز ياكلها بالمعلقه ياكلها بالمعلقه، اللي عايز ياكلها بالشوكه ياكلها بالشوكه. بس اساسا كده كده انا لما اغرفها يعني هي بصوا تقلت اصلا معايا، يعني هي تقلت، هي مش زي ما انا حطاها، هي تقلت. يعني انا لما اقول لك الصوص دوت هيتقل هي تقلت. انت هتحطيها 10 دقايق من تحت في الفرن. خلاص. وهتكملي سواها على الشوايه بعد كده. تمام. وبألف هنا وشفا على قلب اللي كان، على قلب اللي كل. وده كان غدينا. انا كنت عاملاها بالليل والله، يعني احنا في اليوم ده اتغدينا بالليل، فانا كنت عاملاها بالليل برضو مش تقيله
يعني مش تقيله في اكلها، مش اللي هي مثلا تاكلي ما تقدريش تتنفسي، لا خفيفه في اكلها. لان انا مش متقله البشاميل، انا عاملاها كده صوص كده جميل كده، تاكليه كده عايزه مع قطعه الشاورما، مع المكرونه، مع الصوص الابيض اللي انا بغرفه ده. وبألف هنا وشفا على قلب اللي كل، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك. مع السلامه.